إبراهيم دياز خارج حسابات ريال مدريد. نعم، النجم المغربي الذي انتظرناه ليكون قطعة أساسية في مشروع النادي الملكي اليوم يواجه أكبر صدمة في مسيرته. تشابي ألونسو قادم، والمفاجأة أن اسم دياز غير موجود حتى في حسابات المستقبل. ما الذي يحدث داخل ريال مدريد؟ وهل بدأ العد التنازلي لرحيل دياز؟ كل التفاصيل الصادمة في هذا الفيديو. حان الوقت للدخول مباشرة في صلب الموضوع، وأول خبر معنا اليوم بخصوص النجم المنتخب المغربي إبراهيم دياز. ما سنكشفه لكم في هذه الحلقة خلال 24 ساعة الماضية فقط قد يغير بشكل حتمي ومباشر مصير دياز داخل الريال مدريد. الجميع يعلم أن تشابي أولونسو هو الأقرب لتولي تدريب ريال مدريد، وسبق وذكرنا ذلك منذ شهور، لكن وكما يعرف عشاق النادي الملكي فالقرارات الكبرى في مدريد لا تتخذ من طرف المدرب وحده. الإدارة هي من تفرض الأسماء والمدرب يعطى هامشا محدودا. لكن الصدمة الحقيقية جاءت من صحيفة ديفي سنترال المقربة من ريال مدريد، والتي كشفت عن قائمة اللاعبين الذين ترغب الإدارة في تطويرهم رفقة ألونسو. وكانت المفاجأة أن الثلاثي فالفيردي، تشاوميني وكامافينغا يعتبرهم النادي أفضل حتى من كروس ومودريتش عندما كانوا في نفس أعمارهم. وماذا عن إبراهيم دياز؟ لم يذكر اسمه إطلاقا، بل تم الحديث عن تشكيل تشابي ألونسو الجديد بالكامل من الدفاع إلى الهجوم وحتى الأجنحة دون أي إشارة للدولي المغربي. الصحافة الإسبانية أكدت أن تشابي ألونسو كما فعل مع باير ليفركوزن سيستفيد من كامل تشكيلته، وسيحدث ثورة في طريقة اللعب والتحضير للمباريات. صحيفة أوكي دياريو ذكرت أن العمود الفقري للفريق سيتكون من كورتوا، رودريغو، ميلتيا، وفالفيردي، تشاوميني، كامافينغا، بيلينغهام، فينيسيوس، ومبابي. غياب اسم إبراهيم دياز عن هذه القائمة يعتبر إنذارا حقيقيا، لكن هناك مفاجأة ثانية. الصحفي الشهير فابريزو رومانو فجر قنبلة من العيار الثقيل. تشابي ألونسو معجب بشدة بأرض غولارا، ويريده أن يكون جزءا أساسيا في مشروعه المستقبلي مع ريال مدريد. ولمن لا يعرف، غولار كان مجرد بديل لإبراهيم دياز، لكنه الآن يزاحم رودريغو على مركزه وتفوق عليه في عيون الإدارة والمدرب القادم. صحيفة مدريد إكسترا أكدت أيضا هذا الإعجاب الكبير بأرض غولارا، وأنه سيكون ركيزة في المشروع القادم. وهنا السؤال المحوري: أين هو إبراهيم دياز من هذا المشروع؟ ما هو موقعه الحقيقي داخل تشكيل ريال مدريد؟ الجواب جاءنا من إنجلترا. صحيفة غاوت أوفيسيال البريطانية أوضحت أن ريال مدريد قد يكون مستعدا للتخلي عن دياز في حال تلقي عرضا ماليا جيدا، ولم يعد ينظر إليه كلاعب لا يمكن الاستغناء عنه. وهذا تطور مهم جدا. لماذا؟ لأننا كنا نسمع دائما أن فلورنتينو بيريز لا يرغب في بيعه، وكان دياز محتجزا بعقد ينتهي في 2027. أما الآن فإن الباب مفتوح أمامه للخروج، وقد يكون الدوري الإنجليزي وجهته القادمة. لكن ما هو المتنفس الوحيد الذي بقي له؟ الجواب: المنتخب الوطني المغربي. تألق دياز مع الأسود في المباريات الأخيرة خاصة أمام الغابون، حيث سجل ثلاثية خيالية جعلت الإعلام الإسباني ينفجر بالثناء عليه، بل إن ذلك الضغط الجماهيري أثر على أنشيلوتي نفسه. لكن المشكلة أن الركراكي لا يعتمد على تشكيل ثابت، ويفضل النصير والرحيم في الخط الأمامي ويجرب أسماء جديدة. وهذا التذبذب لا يضر فقط بالمنتخب، بل يؤثر أيضا على قيمة اللاعبين في أنديتهم. فاللاعب الذي لا يجد مساحة في المنتخب يخسر حتى المنافسة داخل ناديه. وهنا مربط الفرس. الركراكي لا يصنع فقط نتائج،
بل قراراته تؤثر على مستقبل المحترفين أنفسهم في أوروبا. في الختام نتمنى الخير لإبراهيم دياز وأن يجد المكانة التي يستحقها سواء في ريال مدريد أو خارجه، لأنه بكل بساطة لاعب من ذهب. والسؤال لكم الآن عزيزي المشاهد، هل تتوقعون بقاء دياز في ريال مدريد أم أن مستقبله أصبح بعيدا عن القلعة البيضاء؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات واشتركوا لمزيد من الأخبار والتحليلات. إلى هنا نصل إلى نهاية فيديو، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.